السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما تعرفوا كامل الولاد يحبوا الكوكيز وحتى الكبار، بصح اللي يتباعوا في الأسواق يجيو بزاف حلوين، ما نحبش نشريهم، نفضل نخدمهم في الدار. اليوم راح نحضر لكم أصابع الكوكيز بطريقة سهلة بالشوكولا، جاو بزاف بنان ومقرمشين وأهم شيء ناقصين حلاوة. تبعوا معايا الوصفة وطريقة التحضير. عندي 125 غرام زبدة بحرارة المطبخ، نضيف لها 80 غرام تاع سكر بني ولا السكر عادي اللي مش متوفر عنده السكر البني. نخلطهم مع بعض بسباتول ولا بيدي نعجنهم، ومن بعد راح نضيف لهم رشة تاع ملح وملعقة صغيرة تاع فاني، ونخلطهم مليح حتى يوليو كيما الكريمة. ونزيد لهم حبة كاملة تاع بيض، نخلط مليح حتى يولي القوام كريمي. ونروح نضيف النواشف اللي هما 250 غرام فرينة اللي كنت غربلتها، ساشي خميرة كيميائية للوزن تاعها 10 غرام، ونجمع العجينة تاعنا بسباتول فقط ما نعجنهاش. شوفوا كيفاش راهي طرية ماشي يابسة. هذه هي العجينة تاعنا تاع الكوكيز، ما لازمش تكون ناشفة بزاف. رايحة نضيف لها لي بيبيت دو شوكولا بذوق الحليب، نخلطهم بهذه الطريقة فقط ما نعجنش العجينة تاعنا. بعد ما نتحصل على العجينة تاع الكوكيز تاعنا، رايحة نحطها في ساشي وندخلها للثلاجة، نخليها مدة تحكم روحها باه من بعد تجيني سهلة كي نكون نطرح فيها. وبعد ما ارتاحت العجينة تاعنا وحكمت روحها في الثلاجة، رايحة نطلعها ونحطها على ورق الزبدة ونغطيها تاني بورق الزبدة ونطرحها. لهنا السمك تاعها راح يكون متوسط، ماشي رقيقة بزاف وماشي خشينة. شكلتها على شكل مربع باه من بعد كي نكون نقطع فيها ما يخرجوليش الحراف بزاف. ومن بعد راح نزيد نغطيها وندخلها للثلاجة مرة أخرى باه تزيد تحكم روحها، ومن بعد نقطعها. وبعد ما نطلعها من الثلاجة راح نقطعها أصابع، تحبوا ديروهم رقاق ولا يكونوا عراض، يعني كيما تحبوا، لكم الاختيار. وبعد ما نكمل نقطع العجينة تاعنا، رايحة نحطهم في البلاطو تاع الفرن ويكونوا بعاد على بعضهم لخاطر فيهم الخميرة باه من بعد ما يلصقوش في بعضهم. وندخلهم فرن ساخن على 180 درجة كي يطيبوا من الأسفل. نزيد نشعل لهم من الفوق يديو هذيك التحميرة. وهادو هما أصابع الكوكيز بعد ما خرجتهم من الفرن، نخليهم حتى يبردوا مليح ومن بعد نروح نزينهم باه ما يتكسروش. وهنا جبت شوكولا، ضفت لها شوية زيت وذوبتها في حمام مائي. راح نغطس فيها أصابع الشوكولا بهذه الطريقة، ومن بعد رايحة نحي الزايد تاع الشوكولا، ونكمل الأصابع تاعي تاع الكوكيز كامل بنفس الطريقة. تحبوا تاني تغطسوهم في الشوكولا البيضاء، يعني كما تحبوا، التزيين اختياري. وهنا كلمسة أخيرة، زدت عملت خطوط بالشوكولا. تقدروا مثلا ترشوا كاوكاو يكون محمص ومرحي، ولا بيستاش، ولا الورد المجفف، يعني نتوما واش تحبوا، التزيين اختياري. وهاك وصفة اليوم تاعنا تكون جاهزة. نتمنى تكون عجبتكم. خلوا لي رأيكم في التعليقات، ديروا لي جيم، واللي أول مرة يشوفوا قناتي يشتركوا في القناة، وإن شاء الله تجربوها وبصحتكم.